اللي حابب يشاركنا على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه. لسه مكملين معاكم في برنامج اخر حاجه، قدامنا ساعه. اطلبوا اللي انتوا عايزينه كله هنفحتهم، يعني كل حاجه انتوا عايزينها هنخليهم يغنوها ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني من كلير، نقول الو. يا رودي ازيك؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. كنت تشتميني بقى في الفاصل بتقولي ايه؟ زمانك اتبهدلت. عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. تيجو يا حياتي منور. هو اللي ما كانش راضي يدخلك مش انا، ماليش دعوه والله هو بقول لك انا متنرفزه جدا عشان مش عارفه اكلمك، بس انت عارف يعني. عامل ايه؟ ربنا يخليك يا احلى صحفيه واحلى اخت في الدنيا. انت اللي احلى، يعني احلى حاجه في الدنيا اساسا. احلى بسبوسه في الدنيا. حبيبي كل سنه وانت طيب، والسنه الجايه ان شاء الله تبقى سوبر 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 ستار. ربنا يخليك ونيجي بقى نحتفل معاك كده باحلى جايزه ممكن تاخدها في العالم ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. سهرة ازيك؟ يا رب. حياتي اخبارك ايه؟ تمام ربنا يخليكي يا رب. منوره مصر. ربنا يخليكي، مصر منوره باهلها يا روحي. ميرسي. بجد الحلقه حلوه جدا طبعا عشان انتوا الاثنين فيها. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. وعشان اتصالك اكيد. ميرسي. مش قوي يعني، مش قوي. لا تيجو. ايوه. ايه الجديد بتاعك؟ اعمل ايه؟ عشان ايه الجديد بتاعك؟ عشان انا بقالي ساعتين ما اعرفش عنك حاجه. ايه ده؟ لا هو دلوقتي الجديد بتاعه هو انت بتشرب ينسون. دلوقتي الجديد بتاعي في البرد ولا الجديد بتاعي في عامه؟ في كل يعني في كل حاجه حبيبي، بقالي ساعتين ما اعرفش عنك اي حاجه. مفيش. الجديد بتاعي زي ما انت عارفه خلاص طبعا قفلت الالبوم بتاعي، ودلوقتي احنا مستنيين الجو يهدى شويه ان شاء الله بس في البلد، والفتره دي تعدي على خير يا رب. وعندي برد وحالتي حاله النهارده وبقالي كام يوم يعني، والجو غريب جدا. جاي من المنصوره عشان عيد ميلادي، كان امبارح بقى مع امي وكده. الجو مطر رهيب مش طبيعي، وفي نفس الوقت حر، فمش عارف يعني اعمل ايه. طيب حر برضه حبيبي يا رب. نعم. عايزه اقول لك على حاجه بالنسبه لإسراج اكتر حد في الدنيا بيعمل مقالب في اصحابه. ايوه. خليه يقول لك على اخر مقلب عمله في صاحبته. ايوه. خليها تعيط. طبعا انا مش هفضح اكتر من كده، خليه هو يحكي لك. خليه يقول دلوقتي. حاضر. اوكي انا اسمعكم وبجد منورين جدا جدا جدا، ودايما متألق يا راضي، ودايما بتجيب لنا كل النجوم اللي احنا بنحبها. ربنا يخليك. وسهرة عايزين نشوفك قريب في حاجه جديده ان شاء الله. اكيد اكيد. اوكي. قريبا بعد البرنامج اكيد هكلمك. والف سلام عليك. ليه خليني اقول لك كل سنه وانت طيبه، وكل سنه والاخوه المسلمين ربط بخير ويا رب. لا يا حياتي معايا رقم ممكن تكلمني عليه. نظام سيبك بالكلام ده. ايوه مش فاهم انا. سيبك. انا مش لسه قايل لك الصبح. ايوه لا رقم تكلمني عليه ده كل يوم لغايه يوم الاحد. خلاص. ماشي شكرا جدا لك. تسلمي لي يا كلير، وبجد ربنا يخليك يا رب ويحفظك ويخليكم ليا كلكم يا رب. انا من غيركم والله العظيم ولا حاجه، والله العظيم والله العظيم اقسم بالله. ربنا يخليكم يا رب. معنا اتصال تليفوني من زينب، نقول الو. 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 ايوه. الو. معاك زينب. اهلين. زينب بتكلمينا منين؟ اهلا يا حبيبه قلبي، اخبارك يا زينب؟ عامله ايه؟ انتي بتكلميني منين يا روحي؟ المغرب صح؟ انا من امريكا. من امريكا. اهلا يا روح قلبي اهلا. اخبارك ايه؟ عامله ايه حالتي؟ وحشتيني اوي. ربنا يخليكي يا روحي. ميرسي ميرسي قوي. وكل جروبتك انت وموجة بتسلموا عليكي انت وحشتيني اوي. اكيد انا بشكر كل جروباتي والمنتدى بتاعي وكل جمهوري غالي عليا. لما بحبش اقول كلمه جمهوري دي، بحب اقول لهم اهلي، عشان بجد هم اهلي وبعتبرهم اخواني. بارك الله عليك بنتي غزالي بالسيف التصويره ديالك. نعم يا روح قلبي. ربنا يحفظك. نعم بنتي غزالي بالسيف التصويره ديالك. بارك الله عليك حبيبه ديالي. شكرا بارك الله فيك. ميرسي ميرسي بزاف. ازيك يا محمد؟ اهلا ازيك؟ محمد نايم. كيفك محمد؟ كيفك يا زينب؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ كله سافا؟ سافا بيا؟ سافا بيا؟ انت لاباس؟ انت كويسه؟ كله تمام الحمد لله. هي بتشاور ولا لا يا زينب؟ زينب. الو زينب. الو. طيب ماشي. معانا اتصال تاني من روليتا، نقول الو. الو ازيك يا محمد؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. كلمينا من المنصوره طبعا. عايزاك بس تسلمني على اسراج لان تقريبا الرصيد هيفضي، فسلمني على اسراج كتير
وقول له حلوه قوي الاغنيه وخليه يصورها لازم. طب اقفلي بسرعه بقى، اقفلي بسرعه. اوكي باي باي. بسرعه، باي 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 باي. ربنا مين روليتا. ربنا يخليك يا رب، وتسلمي لي وتسلمي لي على الاغنيه بتاعت من النهارده. نسينا الاغنيه اللي كانت شغاله من النهارده، عاملها عن مصر. كلمات صاحبي واخويا وحبيبي ومؤلف قوي جدا ان شاء الله محمد محسن، والحاني وتوزيع حبيبي واخويا محمود عوض. وان شاء الله الاغنيه دي فعلا انا صورتها. محمود عوض بتاع المنصوره. ايوه حبيبي رجالتنا الرجاله حبايب دول من رحله كفاح يعني كبيره من زمان. عايز اقول لك ان محمود عوض عارفه من 10 سنين تقريبا. ما هو كان لسه بيقول لي امبارح وانت فين يا عم ما تجيش ليه امبارح كده محدش بيشوف. انت عارف بقى. طب يا جماعه لا حلو حلو. فان شاء الله انا فعلا هي اتصورت، وان شاء الله هتكون معروضه على من يوم الثلاث ان شاء الله اللي جاي على القنوات باذن الله. ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. طيب طاهر احنا عايزين نستغلك في حاجه ثانيه بصراحه. انا حابب اسمع صوتك كتير. يلا سمعينا حاجه. والله ده حرام. والله حرام. ممكن بعد شويه كمان. طيب بعد شويه. طيب عايز اعرف طبيعه التعامل بينك وبين الاكاديميه بعد ما خرجت. يعني انت دلوقتي لسه في تعاقد من ناحيه التعامل الفني، في تعامل ما بينك وبين الاكاديمي، ولا خلاص بقى ليكي شغل مستقل؟ لا انا دلوقتي عندي شغل مستقل جدا. يعني الاكاديميه يعني الحمد لله زي ما قال محمد سراج بتدينا شهره وبتدينا يعني بنكسب اصدقاء وبنكسب حاجات كتير بنتعلمها. طبعا اساتذه بيعلمونا حاجات كتير، وستار اكاديمي اكيد ما ننساش له فضل كبير قوي. لولا ستار اكاديمي ما كناش هنوصل للمحل اللي احنا فيها دلوقتي، ولا كنا هنقعد معاك اكيد يا محمد رضا. شرفني والله. ربنا يخليك يا رب، الشرف لينا يا رب. وبس يعني فده هو كل الموضوع. يعني دلوقتي بشتغل لوحدي، وان شاء الله هتكون مفاجاه قريبا، يمكن شركه يمكن حاجه، مش حابه احرق المفاجاه. فان شاء الله اكيد مفاجاه لذيذه هتفرح كل الناس اللي صوتوا. طب احنا معانا مفاجاه جامده جدا ونجمه من نجوم ستار اكاديمي. ايوه نقول لا بلاش، خد انت التليفون ده. انا الو. الو ايوان اهلين يا سراج حياتي. كيفك؟ كنا والله لسه في سيرتك. بجد؟ لسه لا انتوا يعني في سيرتك. الكلير كانت بتتكلم دلوقتي عن واحده صاحبتي عامل فيها مقلب. ايه ده؟ هي دي صاحبه دي من اقوى المقالب اللي اتعمل فيا في حياتي. قعدت نص ساعه طب يلا انت تقولي لنا بقى المقلب اللي اتعمل فيك. اول شيء حابه ارحب فيكم ونحب اسمه في وليد، وبقول لك وحشتني قوي قوي يا وليد بجد. على فكره وليد مش اللي معاك النهارده. سوري. وبرحب فيك معاكي وبرحب بسهرة واول مره اكلمها وبقول لها عن جد انت فنانه كتير وانسانه اكتر من انت فنانه عن جد، وبتغني كتير وانا كتير بحبك وكتير مبسوطه ان احنا حكينا مع بعض حتى على الهوا. يعني اكيد يا روحي، ربنا يخليك يا رب. ميرسي اكيد. ميرسي يا روحي حبيبي يا دودو، ربنا يخليك يا رب. على فكره انا شفت المقلب على فكره. يعني مش عارف كمان ناصر التماشي بالفيديو. انا شفت الفيديو بالمستندات يا ديانا. طب الناس كلها عايزه تعرف ايه المقلب اللي حصل. انا ماليش دعوه، انا خارجه من الموضوع. المقلب كان متصل فيا سراج بالليل متاخر متضايق جدا وبيعيط ومنهار. الحقيقه ناصر قبضوا عليه في حظر التجول، وفي مشكله كبيره عليه وهو اتحبس وبعت لي صوره. انت لو شفت الصوره انت ممكن يغمى عليكم من منظر الصوره بس. يعني اكيد رابطين ناصر كده مسكين، وهو بقى عادي جدا ومغطين عينيه. يعني بجد بجد يعني عارف يعني يعني خاطفينه يعني فاهم. انا خفت قوي بجد. بس اعيط وهذا. لا وانت لو شفت تمثيل سراج ياخد اوسكار على التمثيل وعلى الاخراج وعلى السيناريو اللي عمله. يعني لارا مش لازم تسكتي لارا، يعني بجد احنا مش لازم نسكت بجد. وقعدت بس نص ساعه يعني خلاص. قالوا لي لما لقوني خلاص هيغمى عليا، قالوا لي احنا بنهزر خلاص يعني عادي. بس بقول لك كل سنه وانت طيب. السراج كان عيد ميلاده من يومين يا حبيبي وانت طيبه. عزمك بقى عشان هو ما عزمش طاهره كده، فاحنا بنهدي النفوس. كل هو كان عامله في المنصوره عند اصحابه واهله. السنه اللي فاتت كنت عامله في القاهره وكان موجود فيه اصحابي كتير جدا. كان موجود بسمه وخوله وديالا كانت. طب انت المفروض تعمل واحد تاني بصراحه. نعمل بقى انا بس والله قلت ان الفتره بس اللي احنا فيها مش مناسبه ان انا اعمل حاجه بالشكل الكبير بتاع السنه اللي فاتت. وفي نفس الوقت السنه اللي فاتت قلت السنه دي لازم اعمله في بلدي ووسط اهلي يعني. ايوه بقى ربنا يخليك يا رب.
ديالا أوجه تحية بس صغيرة لأهل المنصورة يا حبيبي، ولأنهم بيحبوني وأنا بحبهم كتير، ولكل اللي بيسمعونا وكل الفانز وكل اللي بيحبوا طهرة وبيحبوا سراج وبيحبوا السراكدين وكل رحاب اف ام. ديالا عايزينك تنورينا في برنامج اخر حاجه. اكيد ان شاء الله. حابة احيي كمان طهرة على الاغنية تبعتها اللي حبيتها كتير عن جد، سمعتها كتير حبيتها ومش هحكيك عن احساسك معروف ان هو عالي يعني. حبيبي وانتي مبروك يا حبيبي الشركة الجديدة، ومبروك السنجل القوية جدا، سمعتها اغنية قوية جدا ومستنيين ان شاء الله تنزليها. طب ما بنسمع منها حاجة وهي على الهوا بقى، فرصة كده نستغلها. بلاش التدليس ده. ان شاء الله اول ما تنزل اكيد هتنزل. لازم تكوني هنا، بتشرف لاي تنزل في لازم تكوني هنا في رحاب اف ام مع محمد راضي، مذيع قوي جدا وحاجة هتبسطك جدا ان شاء الله. تمام، وان شاء الله يوفقك يا سراج، ونسمع اغنيتك كمان عن قريب ان شاء الله. يا حبيبي تسلمي. والله يوفقكم يا رب، وميرسي كتير على المداخله، وبتشكر محمد كتير، سوري اني اتلخبطت. لا وانا وليد وكلنا واحد هنا في رحاب فاهم. شكرا. اكيد. ميرسي يا ديالا، بتشكركم كتير. شكرا لك من ستار اكاديمي على مشاركتك معانا، شكرا جدا. سيكو عايزين نسمع حاجه بقى. نعم. مالك؟ مش انا قايل لك مش مكرمش لك عشرينية دلوقتي تسيبني. ما هي من ال 100 جنيه اللي انا دافعها في اول حلقه. ممكن اقول لكم حاجه، في اغنيه اسمها بحس بحنين، ولا اقول لكم ايه حاجه كده شويه شويه اسمها شفتها، بنت عجباني جدا. حلوه يعني؟ حلوه جدا، فشوف انا هعمل ايه. اغنيه كلمات محمد محسن والحاني، فاسمعوها تقول لي. شفتها وعلي جرى دي جامدة وبفترة. ايوه رأيها يا ترى شدت لي زي ما تشدت. ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. انا وراها لحد بيتها، اوكي، ومن باباها انا هطلب ايدها. ما انا لازم اقرا فتحتها، يا اما مش نازل انام البيت. ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. فرصة وجات لي لحد عندي هو قاعد فيه، من الحاجات دي في حاجة بتيجي كده وقتي ما تفوتهاش. انا هاخد ابويا وامي وبوكيه الورد وعلى عمي ده بجد ده لو رفضني انا على الانعاش. فرصة وجات لي لحد عندي هو قاعد فيه، الحاجات دي في حاجة بتيجي كده وقتي ما تفوتهاش. انا هاخد ابويا وامي وبوكيه الورد وعلى عمي ده بجد ده لو رفضني انا على الانعاش. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. الله الله الله. هتاخدنا معاك ولا نازلنا ولا؟ وبيرفضني في الاخر، مفيش فايده، مفيش اي محاوله بالاقناع. بس لا لا ربنا. وحصل ايه بقى؟ ما خلاص بقى، ده كوبليه تاني بقى، ده حصل بلاوي. انت فين يا بنتي اللي جايه متاخر؟ انا ممكن اساعد على فكره، بنات يفهموا بعض قوي. المهم في الراجل برضه. يا جماعه بعد اذنكم معلش حاجه مهمه جدا يا راضي، بالنسبه للاخت ياسمين اللي كانت بتتكلم من الشرقيه بجد. كلمنا تاني. لا يا ريت تكلمنا تاني بجد وتتكلم في المشكله، واحنا الثلاثه لازم هنحلها لك. يعني هو واضح ان هي كانت بتطلب في برنامج او حاجه، فاكره انه توقيته دلوقتي، فاحنا هنحلها لك والله. واحنا لما كنا بنتكلم المشكله حصلها ان كان السباك قبلها على طول. هو احنا بس خفنا والله، احنا قلنا بس ان الكاميرا الخلفيه والحاجات دي تمام. بس بجد والله العظيم مش بنهزر، يا ريت